مصطفى بكري الآكل على كل الموائد، بيقول لك هو وبعض الإعلاميين على قوائم الاغتيال بسبب دفاعنا عن الوطن. أنهي وطن يا مصطفى؟ أعرفكم يا جماعة بالأخ مصطفى بكري. الأخ مصطفى بكري دوت أكبر إنجازاته إنه كان بيعرس لمعمر القذافي، لصدام حسين، وطبعا لكل نظام ديكتاتوري ابن كلب. وصولا طبعا لعبد الفتاح السيسي ده، حتى اللي احنا جبنا سيرتهم دولت كانوا نضاف يعني كتير عن الخنزير المجرم، جاسوس الكيان، مهتز الاركان، بلحة ابن مليكة تحتيني. مصطفى بكري يا جماعة ودفاعه عن الوطن ألف كتاب اسمه سعودية تيرانو صنافير. أخد عليه طبعا ملايين، بنى بيهم القصر أو اشترى بيهم القصر اللي هو عايش فيه، واشترى فيلا لابنه وأحدث عربيات وفلوس متلتلة في البنك. هو ده دفاعه عن الوطن، هو والإخوة الإعلاميين. طبعا مثال لبعض الإخوة الإعلاميين اللي هو بيقول عليهم برضو مهددين بالاغتيال. معرفش مين اللي هيغتال الأشكال الوسخة دي، معرفش انتوا فارقين أصلا عند تيز مين، ولا محركين شعرة في تيز مين علشان مين أساسا يفكر فيكوا حتى إنه يطف عليكوا تفة واحدة. مثال مثلا يا جماعة الأستاذ علق أديب اللي بيسمي بيع البلد استثمار، ويقول لك إيه؟ ما هو لازم كله يتباع، ما هو مفيش بلد هي بتعمل كل حاجة، لا في بلد بتبيع كل حاجة. احنا عايزين كده نروح ناخد السعودية اللي عمرو أديب بيحمل جنسيتها، ونشوف باعت كام جزيرة زي مصر، وكم مدينة وكم محافظة وكم شركة وكم عزبة وكم مصنع، والشعب نايم على بطنه مكفي. وبعدين يطلع يقول لنا ان هو والسادة الاعلاميين مهددين بالاغتيال علشان عايزين يدافعوا عن الوطن، او عشان بسبب دفاعهم عن الوطن. انهي وطن؟ مش عارفه. الوطن باقي منه ايه يا مصطفى؟ الاثار يا مصطفى اللي راحت الامارات يا مصطفى، راحت بأنهي صفة يا مصطفى؟ ما تطلع تقول لنا يا مصطفى في دفاعك عن الوطن. وبعدين انت قامت شفتينك فوق بعض كده ليه؟ انت في حد مقعدك على رجله؟ قول يا مصطفى، ما تتكسفش والله، اعتبريني زي امك يا شيخ. أشكال وسخة على الصبح كاتكم 60 نيلة، إعلاميين عرة ونظام عرة وبلد عرة بكل اللي فيها الصراحة الحقيقة، يعني إلا من رحم ربي والله العظيم. الواحد أساسا كل الأخبار اللي بتيجي من ناحية البلد دي بتقلب له بطنه على الصبح. كاتكم نيلة.